شخصيات أسطورية في أفلام مصرية تستحق إنها يتعمل لها أفلام منفصلة عن الأفلام اللي ظهرت فيها. رقم واحد بالنسبة لي هو شريف الكردي خالد الصاوي في فيلم الفيل الأزرق. الراجل ده يا جدعان في الفيلم ده قدم لنا شخصية عظيمة جدا بس غامضة جدا. يعني انت هو بس ظاهر لك بموقف واحد في حياته ان هو واحد يعني تلبسه الشيطان وقتل مراته. طيب عايزين نعرف ايه اللي وصله لكده، عايزين نعرف كل تفاصيله وكل حكاياته دارت ازاي علشان يوصل للمرحلة دي في فيلم منفصل. اتوقع ان الفيلم ده لو نزل هيكون فيلم جامد جدا. رقم اتنين بالنسبة لي هو شخصية البهز بيه لو تفتكروها، بس دي طبعا خلاص يعني اللي عملها اصلا توفاه الله هو الفنان الله يرحمه جميل راتب، ولكن كانت شخصية حلوة جدا في حتة انه البطل اللي شايف نفسه بقى ومش عارف ايه اللي هو كان محمود عبد العزيز جاله حد اقوى منه بكتير جدا، فلو انت مش هتعرف تعمل معاه حاجة. كنت اتمنى الشخصية دي يتعمل